ردود أفعال الناس حول ما جاء في خطاب الرئيس، تعالوا نشوفها ونرجع. الراجل بيتكلم في حاجات مالهاش دعوه بالموضوع، مالهاش دعوه باللي بيحصل في الشارع. المواصلات رايقه والفلوس موجوده والناس بتشتغل والدنيا زي الفل. الرئيس بصراحه يعمل لنا ايه ولا ايه؟ احنا اللي غلطانين. هو خطاب مضحك زي اي خطاب، يعني بحسه يعني ان هو بيبقى ممثل كوميدي اكتر من ان هو رئيس جمهوريه. يعني عايز رقم التليفون بس عشان يجي يقف معانا في البنزين. ردك على الشعب، منتهى الاستهزاء بالشعب المصري وهو بيتكلم في بلد تانية، وده نظام برضه من نظام البيروقراطيه مش الديمقراطيه. انا والله وانا بسمعه قعدت ادعي له لان حاسس بيه وحاسس بالفتن والتحديات اللي بتجهز له عشان يفشل. كلام عادي وقديم ومكرر، يعني ما يستاهلش ان احنا نعلق عليه ونوجع دماغنا بيه، لانه هو العدم سواء. كنا عشمانين الخطاب يبقى ايجابي اكتر من كده، الخطاب ما جابش حاجه جديده يعني. واحنا نديه فرصه بصراحه، يعني نشوف هيوصلنا لغايه فين، او سنه مثلا كمان غير اللي عدت دي، لان كانت في مشاكل كتيره حضرتك في البلد، وفي ظل كده برضو في حاجات ايجابيه خدها كتيره. هو طبعا ما ارضاش الجميع، وكان في حاجات كتير المفروض ما يتكلمش فيها، زي ان هو ذكر اسماء ناس وكده. والله انا ما شفتوش يعني، الحمد لله. ولا قدم اي جديد ولا بيدل على اي شيء، وبيرهب الناس وبيخوف الناس. كل المشاكل اللي عندنا بنرميها على النظام السابق، بنرميها من غير ما نجيب ليها حلول. فاكيد لازم يبقى في حلول للمشاكل ديت، مش هنفضل نقول امبارح امبارح امبارح. اكيد بكره عايزين نعرف هو ايه اللي هيحصل. المعارضه ما هدتش، يعني ما اعتقدش ان المعارضه هدت، لان المعارضه طلباتها سقف طلباتها اكتر من كده بكتير. لكن انا واحد من الناس، انا يعني مقتنع باللي قاله الدكتور مرسي. فين الانجازات؟ مفيش انجازات. انجازات ايه؟ ده احنا مش لاقيين بنزين، والله العظيم المكنه بقى لي 3 ايام ما عارف الاقي بنزين. هو بالشكل دوت اعتقد ان في ناس بعد ما سمعت الخطاب ناوي انها تنزل تاني. ما قالش حاجه مفيده، يعني هو ما قالش حاجه، يعني ما قالش اي حاجه مفيده، والشعب كله لازم يطلع يوم 30/6 عشان يعني نشيل موسى. ولا كان ليه اي لازمه خالص، وعمال يتكلم على البلطجيه وعلى الناس اللي في السجون واحمد شفيق، وبالتالي ان هو سخن الشعب اكتر، يعني مفيش حاجه جديده. كويس معقول، يعني هو بين للناس ان الدوله طبعا مديونه وعندنا مشاكل واعترف بيها، فاحنا نصبر ال4 سنين ومش هيحصل حاجه. ان هو كل اللي قبلي ما هم يعني عكوا وخلاص، فاشمعنى انا يعني ما جاتش عليا. خطاب كويس بس التنفيذ، يعني عايز القرارات اللي واخدها يبقى لها مراحل تنفيذ، مش قرارات زي ما بياخدها كل مره. محمد مرسي شرعيته انتهت ولازم يمشي يوم 30 ان شاء الله.